وسويت عمليه ناظور مليون بكركوك، وورا العمليه ورا 4 أشهر صار عندي تضيق بالكليه اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم متابعينا. اليوم اجرينا عمليه دقيقه وحساسه لمريض البالغ من العمر 50 عاما اللي كان عنده تضيق بالحوض الكلى اليسرى اثر عمليتين متتاليتين باستخدام الناظور المرن والليزر. وبعد العمليه صار تضيق بحوض الكليه، ومثل ما تشوفون الأشعة المفراس عنده حصوات بالكلية وتضيق حاد، وبالأشعة الملونة نشوف أنه الكلية صار عجز به وما يفرز المادة الملونة. اليوم سوينا عملية مزدوجة باستخدام الناظور البطن الكلوي والناظور المرن من خلال فتحة صغيرة أقل من سنتيم. الحمد لله والشكر نظفنا الكلية باستخدام الناظور المرن، وقصينا الجزء اللي كان بالتضيق، وسوينا إعادة ترميم الحالب والحوض الكلية. أني المواطن من كركوك كنت أعاني من حصوات بالكليتين، وسويت عملية ناظور مليون بكركوك، وورا العملية ورا 4 أشهر صار عندي تضيق بالكلية اليسرى، والحمد لله والشكر. جيت السليمانية المستشفى سمارت يم دكتور روى، وسويت تشيكات كاملة، وتبين عندي تضيق بالحوض الكلى والحالب، والحمد لله سويت عملية يمه مزدوجة، عملية ناظور الصلب والناظور المرن، وعملية طولت 4 ساعات، والحمد لله والشكر العملية نجحت. والحمد لله والشكر هسه المريض بوضعية زينة. العملية استغرقت 4 ساعات، وخلينا له قسطرة. بعد 6 أسابيع نرفع القسطرة. نرجو من الله تعالى أن يشفي مريضنا ومرضاكم، والسلام عليكم.